طب نصيحة لاخواتنا وشبابنا، تمام؟ ونكلمه بجد شوية. يعني العادة السرية خطر، بيدهمك. الإنسان اللي بيدمن العادة السرية، أنت بتعمل تدمير لحياتك في المستقبل، حياتك الزوجية أو مع الزوج أو في العلاقة مع الزوجة. فابعد عن موضوع العادة السرية ده تماما، وابعد عن الرفقاء اللي حواليك اللي بيدولك الأفلام، اللي بيديلك اللي بيخليك تبص على اللبس بتاع البنات لو انت قاعد في قهوة او قاعد في كافيه او اي مكان من ده. لانك في النهاية انت عامل زي اللي بيغذي نفسه، فاهمني، بافكار، وبالتالي في النهاية الافكار دي بترجع لك بالليل، بالتالي بتعمل عادة سرية. لا، الموضوع ده مؤذي جدا ليك وبيأذيك في حياتك، وما تفكرش بطريقة سلبية. واللي عايز الحلول سيب لي كومنت، وهرد على كومنتك وهأديك كل الحلول ازاي تبعد عن العادة السرية.